مو كل بيتزا بينقال عنها بيتزا إيطالية. بيتزا النابولي، إذا ما جربتوا عجينة البيجا فأنتوا لسه ما دقتوا طعم العجينة الحقيقي. عجينة مطاطية وخفيفة بمكونات كتير بسيطة، بس بتاخد وقت بالتخمير. أهم خطوة لنجاح العجينة الطحين، يلي بده يكون مكتوب عليه دبل زيرو، صفرين، وبده يكون عندي البروتين فيه فوق 12.5%. هلأ مكوناتها كتير سهلة. عندي كيلو طحين وبدنا نص كيلو مي، يعني 500 ميلي مي. هلأ يفضل يكون في عنا خميرة حية، يعني إذا مو موجود أنا حطيت هون خميرة سريعة ما بيأثر، وحطيت لها معلقة عسل حتى تتفاعل. هلأ بدنا نقلبهم مع بعض هيك بالشوكة أو بأصابعنا، بس تقليب لحتى هيك يصير عندي فتات صغيرة. منحطهم بأي علبة ما تكون كبيرة، ومنحطهم بالبراد ليلة كاملة، يعني يفضل 24 ساعة. بعدين بطالعهم بلاقيهم هيك صاروا عجينة شقفة واحدة. هلأ هون صار وقت العجانة، بقطعها شقف صغيرة لهي العجينة اللي هي عبارة عن كيلو طحين ونص كيلو مي وشوية خميرة. بنزلها بالعجانة وبدي ضيف لها كمان 200 ميلي مي، يعني كتير انتبهوا للعيارات، ويفضل تكون المي باردة. وكمان برد بضيف لها 5 غرامات خميرة. لحط لكم كل المقادير بالتفصيل. هلأ بعد ما تختفي عندي المي نهائيا، بنزل 20 غرام ملح. لا تخافوا الملح مو كتير، هي بتاخد لحتى 30 غرام، بس أنا حطيت بس 20 غرام. ومعلقتين كبار زيت بلدي. شوفوا ما شاء الله كيف صارت عندي، يعني هي العجينة نسبة السوائل فيها 70%. هلأ بغطيها بأي قماشة تكون مبلولة رطبة، يعني هي العجينة بدها سوائل. شوفوا ما شاء الله كيف بلشت عندي يطلع لها فقاعات وتتخمر. ليش يفضل العجانة؟ لأنه ما بدي إياها تسخن تحمى بإيدي يعني للعجينة. هلأ بدي أعمل لها فرد وطي للعجينة. هي طريقة حتى أدخل لها هواء، يعني تقريبا من 8 ل10 مرات. بخليها يعني ترتاح نص ساعة وبرد بعمل لها مرة تانية هي الحركة. بعدين بدخلها برد على البراد. شوفوا ما شاء الله 3 ساعات تقريبا أنا ريحتها هون. أهم شيء إنه أنتوا ما تخلوها تاخد هواء. هلأ بدهن إيدي نقطتين زيت، وما يعني هي العجينة ما بس أخذت وقت بالتخمير، يعني تقريبا هون أخذت معي شغل يومين والثالث لحتى اشتغلت فيها. أهم شيء إنه تتبعوا الخطوات بالترتيب. شايفين ما شاء الله، يعني ما بتوقع تلاقوا هيك عجينة مطاطية قبل هلأ هون قطعتها حجم متساوي، تقريبا 400 غرام كل قطعة. انتو فيكن على حسب الصواني اللي عندكن. وبدي أعمل لها هي الحركة بباطن كف إيدي لحتى دخلها الهواء. هلأ هون وقتنا نفرد العجينة تحطوها كل قطعة بعلبة لحالها. وقد يفرد العجينة بفردها بالسامولينا، يلي هو الطحين الفرخة، السميد الناعم جدا مو السميد ولا الوسط، يعني اللي بنعمل فيه المعمول. بعمل لها هي الحركة ضروري، أول شي حتى تمد معي، وتاني شي لحتى أتخلص من كل السامولينا اللي موجودة، لأنه بيعطيها مرار وقساوة إذا سحبتوها مثل ما هي وحطيتوها بالصينية. ومنخلي الأطراف ما منرقها، يعني هي العجينة ما بتنرق بالشوبك. بدي خلي هيك الأطراف لحتى أخذ شكل العجينة الإيطالية اللي مليانة هوا. وما شاء الله كان ما أخذت بالفرن 10 دقايق. جربوها وخبروني رأيكم بالتعليقات.